يا ترى ممكن تعمل ايه لو عرفت ان كلمات اغنيه لحسن شاكوش هيبداوا يدرسوها في منهج اللغه العربيه بتاع اولى ثانوي السنه الجايه مثلا؟ انت متخيل ان يكون موجه لغه عربيه معدي كده في الدور فيسمع الولاد بيقولوا وعود البطل ملفوف في الفصول؟ قله ادب صح؟ والله ابدا. انا عمرو العزالي ودي حلقه جديده من اخر مترو. بص يا سيدي، احنا كنا قاعدين في امان الله، جه عمرو دياب قام مغني للشاعر الاندلسي ابن زيدون واحنا قاعدين، ومن هنا بدأ يتجدد السؤال اللي كتير كان بيطاردني، يا ترى لو تخيلنا آلة زمن ممكن تخلي مغنيين المهرجانات يدخلوا على شعراء وشاعرات قدام ويعملوا دويتو مع بعض، ايه اللي ممكن يحصل؟ اظن ان الامر هيكون في منتهى الجمال والمسخرة. انا من ساعه ما شفت حضرتك وانا متوجسه خيفه منك. تخيل معايا كده ولاده بنت المستكفي بتقول وامكن عاشقي من صحن خدي واعطي قبلتي من يشتهيها، فيجي داخل واحد من آلة الزمن وقايل لها هل هيكون في فرق جوهري وقتها بين اللي قالته ولاده وبين اللي الاخ ده بيقوله؟ ولا يعني كمان ده بالفصحى ومعاه واسطه بتدخلوه النادي عادي وده بالعاميه فبتخلوه ينط من على السور؟ وهل الادب وعدم الادب بيكونوا في اللفظ ولا في المعنى؟ وهل هتفرق لو اللي بيقول الكلام ده استاذ جامعي ولا اللي بيقوله عيل شكله غلط؟ وخليني هنا افاجئك واقول لك ان عود البطل وهاتي بوسه يا بت اغاني محتشمه جدا جدا لو قارناها بكتير من قصائد الغزل العربي. ولو تحب راجع كده معنى كلمة عجزاء في بيت هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة لا يشتكي قصر منها ولا طول، وهي واحدة من أشهر قصائد كعب بن زهير. ولو قلنا المناسبة للقصيدة دي اتقالت فيها كمان هندخل في أسئلة أصعب شوية. يعني أنت بتشجع على قلة الأدب والقدام كانوا بيقولوا كلام جريء أهو، طب يلا بينا بقى نقول زيهم؟ والله ابدا. امال انت عاوز تقول ايه؟ عاوز اقول ان القديم مش جميل لمجرد انه قديم، عادي جدا انه يكون قديم وحاجه، يعني قديم وسخيف، قديم وعبيط، قديم وسافل، قديم وجامد، قديم وحلو قوي ورائع. لحد امتى هنفضل ماشيين بنظريه الجبنه الرومي واللي بتقول ان كل ما هو قديم جميل زي الجبنه الرومي بالظبط، كل ما تقدم تحلو؟ ورجاء يعني ما حدش يسرق النظريه دي لانها بتاعتي، يعني نظريات الناس مش لعبه معلش. والنظريه دي بتقول كمان انك كل ما بتكبر في السن بيكون ليك الحق ان انت تهبط في اي حكايه بمنتهى الحكمه، وان الغنى اللي انت حضرته احلى غنى، وايامك القديمه احلى ايام، واكل بيتكم كان احلى اكل، وفي السكه كده بتسند على بعض الامثال زي من فات قديمه تاه واللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش، قال يعني من حلاوه اللي انت تعرفهم، ده كلهم عرر وباعترافك. المهم، والباب اللي يجي لك منه الريح سد واستريح. طب افتحوا، طب يا حاج يعني افتحوا نص فتحه، طيب ده الدنيا حر موت احنا مش طايقين نفسنا هنكمكم. يقول لك لا والله يا ابني، الباب اللي يجي لك منه الريح سد واستريح، ولازم يقولها كده عشان تبقى يعني بمنتهى الحكمه. طب ايه علاقه اللي احنا بنقوله ده كله باغنيه والله ابدا اللي عمرو دياب طرحها اول امبارح؟ ولا هو بقى شغل ترندات بقى؟ ها فاهمين احنا شغل الترندات ده؟ والحقيقه علاقه ده كله باغنيه عمرو دياب حاجتين. الأولى هي إن شاعر ابن زيدون فجأة كده بقى عادي وبيغنيه الشباب الشوح في الشوارع والإيجيبتوية في الساحل الشرير. وكل الحطابين في الجبال النارية ريتشارد، والفلاحين في مزارعهم، العجائز حول نار مدفأة في ليالي الشتاء ريتشارد. الملحوظة الثانية إن الشعر العربي طلع دمه خفيف فعلا لو تعاملنا معاه بأشكال مختلفة، ومن ضمن الأشكال دي إننا نقرأ عادي كده بالمصري مثلا وبدون تشكيل. طلبت أهواؤنا بدلا منكم ومن صرفت عنكم أمانينا. طب انت متخيل لو كل مطرب مسموع بشكل كويس خصص في كل ألبوم جديد له قصيدة شعر فصحى بس تكون كاملة مش مجرد بيتين بقى؟ انت متصور ده ممكن يساعد ناس كتير ازاي؟ طب انت متصور ده ممكن يخلي الموضوع سهل وجميل ومش لوغاريتمات في عيون كم ألف طالب؟ طب لو كليات وأقسام اللغة العربية فكرت، وأنا هنا هعتبر نفسي بحلم طبعا يعني، في إنهم يتفقوا مع مطربين يعملوا ده بشكل مقصود من باب إننا بنماركت للغة العربية بين أهلها وبنعمل لها ريبراندنج، واحتمال كبير يكون بري لونش ونتكلم من أول وجديد، أو اللي بيسموه يعني تجديد الخطاب اللغوي. قبل ما تقفل الفيديو وتروح تشتمني على فيسبوك وتقول أدي واحد من البهايم اللي عايزين يدمروا لغتنا الجميلة، رجاء فكر في كلامي معلش. فكرت؟ معلش فكر تاني. خلاص روح دلوقتي بقى اشتمني براحتك مفيش مشكلة وانا مسامحك. سلام.